طابور السينما عينك ما تجيبش اخره. يعني انت اصلا تبقى ولو واقف في نص الطابور تبص قدام ورا الطابور الى الما لا نهايه، مش باين ولا اوله ولا اخره. انا قلت هخش جوه هشوف بقى فكر، هتفرج على فن، على سينما. كل اللي هيجنني انا مخي كان فين وانا برمي نفسي في مستودع المحن ده كله. ايه القرف ده بجد؟ جمهور الفيلم عباره عن مين؟ الابطال الكتير فشخ اللي طلعوا مثلوا في الفيلم دول واصحابهم، الابطال واصحابهم وشويه اطفال كده، يعني الحقبه العمريه ما تعديش 14 سنه. قاعد جوه بقى في السينما بتسمع ايه؟ الله، شايفه الرومانسيه؟ انت بلغتي اصلا. يعني انت انت اصلا لسه ما اتحسبتيش بنت، ما اتحسبتيش انثى، مالكيش مشاعر. من كام سنه كنت بتعملي حمامه على روحك. بخت ايه ورومانسيه ايه اللي انت لما عمرو يوسف بقى جه يموت بقى ايه السينما كلها؟ ايه الشهق والصريخ ولا واحده تقول لك دمرتولي نفسيتي. نفسيه ايه؟ يخرب بيت امك، نفسيه ايه؟ ده انا كانت الحاجه الوحيده اللي بتدمرني نفسيتي وانا في سنك ان انا ما الاقيش في جيبي جنيه اروح بيه السايبر العب لعبه البنات والبير. اما بقى بالنسبه للفيلم، يعني محتوى الفيلم ذات نفسه فهو لا يمس الواقع بصله. شافها بترقص فوق السطح عجبته، طلع لها قال لها انت بجد؟ قالت له ايه اللي يثبت لك ان انا بجد؟ قال لها حضن، عملت له كده. اي الصلب ايه؟ عملت له كده، الصلبت كده اهو. دي لو رقاصه، لو رقاصه اقسم بالله ما هتبقى بالرخص والسهوله دي، والله العظيم هتاخد وقت عن كده. يعني ده هو ما حضن كده اهو. ايه ده فيلم؟ الواقع بقى ان انت لو ماشي في الشارع النهارده وقلت البت يا عسليه بتفرج عليك لا اله الا الله، فتروح تحضنها بقى، احضنها، تبقى ماشي في الشارع كده احضنها، تقوم غزق تغزك. بعدين ايه؟ دخلت هي وخطيبها الكافيه، كان هو قاعد، عجبته، قالت له ايه ده؟ هو احنا اتقابلنا قبل كده؟ هي اصلا الفيلم كله ايه؟ احنا اتقابلنا قبل كده، وعدني ان احنا مش هنسيب بعض، هنعمل ايه ببعض، هنجنن بعض. الفيلم كله بعض بعض بعض. دخلت هي وخطيبها وحبها وحبته وسابت خطيبها. ويعني ليه مطلع الناس رخيصة قوي كده؟ ايه الحقارة دي يا اخي؟ لك الحياة حلوة مش بس في لحظات نجاحنا وقوتنا، دي كمان ممكن تبقى حلوة في لحظات ضعفنا ووجعنا. يا معلم خد قول لي بس عشان انا عايز افهم الحتة دي. يعني انا عندي القولون العصبي فالحتة دي بتوجعني قوي. ايه الحلو في كده؟ يعني ايه اللي ممكن يكون حلو كده؟ ده ضعف ووجع اهو، انا ضعيف وموجوع. ايه حلو في ايه؟ انا حاسس مش حاسس بحلاوه. انت حاسس بحلاوه في الموضوع ده في ايه؟ لو عندك قولون العصبي قول لي ايه الحلو فيه عشان ابص له من الجانب بتاعك، فاهم؟ ايه العمق القولون العصبي؟ ما هو ما فيهوش حاجه حلوه. انا بقى واحد صاحبي عنده بواسير والحته دي مطلعه عين امه. ايه الحلو برضه في اقول ايه طيب؟ يعني ايه الحلو؟ ايه الحلو في الضعف والوجع؟ ما فيهوش اي حاجه حلوه. انت باصص لها منين؟ من فوق، من تحت، من الجناب، ما فيهاش حاجه حلوه برضو. في كل الاحوال الضعف والوجع ما فيهوش اي حاجه حلوه خالص. الكلام بقى العميق خالص اللي هو الاوف واو ده، اللي هو تبقى تفرهد كده وانت بتسمعه. يقول لك احنا اتقابلنا عشان لازم نتقابل، احنا كنا لازم نتقابل لان هي حركه الكون هي اللي حطتنا في سكه بعض عشان نفتح دماغ بعض فنموت في بعض. يعني على الميتين بعض نفتح دماغ بعض. يعني ايه افتح دماغك فتموت فيا؟ ايه الرومانسي في كده؟ يقول لك ايه؟ مفيش اغرب واجن من تصرفات البني ادم لما يلاقي نصه التاني. بص هو اللي انا اعرفه ان البني ادم نصين، نص فوقاني ونص تحتاني. فانا مثلا ابقى ماشي نص فوقاني كده، ماشي كده بتدنجل وبتاع، وابص كده بالصدفه الاقي نص تحتاني بيعمل حمام عند اي حيطه. ايه ده؟ نص التاني؟ انا كنت قربت اصدق واقتنع ان انا اعيش حياتي نص واحد. انت لسه موجود بجد؟ عايش؟ انت حقيقي؟ ايه اللي يثبت لي انك حقيقي؟ حضن. بس هو يعني الفيلم مش هيضرك ومش هيفيدك، هو مش هيحسسك باي حاجه. هو الحاجه الوحيده اللي انت تعلمها في الفيلم ان كلمه بعض ما بتقتصرش في اللغه العربيه. يعني بعض ما طلعش حرف جر، بعض ده طلع اهم حاجه في الدنيا كده. بعض، وتعود نفسك على بعض. طول ما انت بعض كده، طول ما انت بتكلم الناس يعني في كل جمله معاك بعض، اتنين بعض، تلاتة بعض، نقعد نجمع بقى في الاخر معاك ستة بعض هنا، تمانية بعض هنا، ونشوف بقى ايه مين مزود. هيعلمك كمان الثبات الانفعالي فشخ، هيعلي عندك ثبات انفعالي لان انت تبقى قاعد طول الساعتين بتوع الفيلم بتتفرج كده. اللي هو انا حاسس انا عايز ارجع